السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم عالم فاطمة زهرة. اليوم غادي نحضر معكم الكيك بطريقة عجيبة. غادي نحضروا أسرع كيك على الإطلاق في 10 دقائق فقط بمكونات اقتصادية غير بالماء فقط. وأيضا غادي نحضروا معه كريمة بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، ولكن كتجي كيف ما قلت كريميه. قبل ما نبداو دعموني باللايك، ايضا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل الفيديوهات الجديده، وصلوا على النبي عليه ازكى الصلاه والسلام. ويلا نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نبداو بالكريمه باش هكا تبرد لينا. غادي نحتاجوا الى نصف لتر من الحليب، ما يعادل 3 كؤوس وثلث الكاس من كاس العنبه. غادي نضيف عليه 4 معالق كبيره ونصف من الدقيق الابيض. الملعقه كيف ما كتشوفوا كتكون عمره بزاف. 4 معالق ونصف من الدقيق الابيض فقط. غادي نضيف ايضا السكر. بالنسبه للسكر غادي نضيف كاس الى ربع من السكر حبيبات، ما يعادل 100 غرام. والكاس اللي تنوزن به راه هو كاس العنبه اللي كيعادل 150 مليلتر، يعني هو الكاس المعروف اللي كنشربوا به الشاي في المغرب. غادي نخلط هاد العناصر جيدا مع بعض حتى كينسجم لنا الدقيق جيدا مع الحليب، وايضا كتختفي كل حبيبات الدقيق تماما. بالنسبه لمكونات الكريمه كيف ما كتشوفوا جد اقتصاديه، ولكن الطريقه ديال كيفاش غادي نطيبوها كيفاش غادي نحتفظوا بها غادي نحصلوا على قوام كريمي في الاخير. غير تبعوا معايا حتى الاخير. غادي نوضعها على النار وتكون النار متوسطه مع الاستمرار في التحريك. غادي نستمروا في التحريك بحال هكا على النار حتى يعقد لنا الخليط او يتكتل الخليط، وكتكون لنا فيه فقاعات. ملي كنشوفوا فقاعات في الحليب كنعرفوا بان الخليط ولا جاهز، وكنضيفوا ليه باقي المكونات. كما كتشوفوا انا بدا يعقد ليا. ضروري تستمروا في التحريك باش ما يتحرقش لكم من التحت وكيعطيكم واحد المذاق يعني صراحه غير مرغوب فيه. هنا بدا يعقد الخليط. غادي نضيف ليه ماء الزهر، وغادي نضيف ملعقه صغيره من الزبده. انا نسيته للماء الزهر، ممكن تنسموه باي بالفانيليا او بقشور الليمون او البرتقال، يعني لكم الاختيار في باش ما بغيتو تنسموا. عفوا. غادي صافي نخلي الزبده تذوب غير بحراره الحليب، وغادي يكون عندنا الخليط دابا جاهز. من بعد غادي نوضعوه في اناء، وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجه حتى كيبرد لينا تماما. في هذا الاثناء غادي نحضروا الكيك. غادي نحتاج الى بيضه واحده فقط بحراره المطبخ. غادي نحتاج ايضا الى نصف كاس من السكر حبيبات، ما يعادل تقريبا 60 غرام. صافي. وغادي نحرك السكر جيدا، نطرب جيدا بالطرب الكهربائي مع البيض حتى كيذوب لنا السكر تماما. ايضا اللون ديال البيض كيتحول لنا الى اللون الابيض، والقوام ديال الخليط كيولي عندنا قوام كريمي. الا ما كنتوش كتوفروا على الخلاط الكهربائي ممكن تستعملوا الخلاط اليدوي. غادي نحتاج ايضا الى نصف كاس من الزيت النباتيه، ما يعادل 75 مليلتر. الكاس عندنا كيوزن 150 مليلتر. غادي نضيفو بالتدريج وانا تنطرب في نفس الوقت، هكا تنحصلوا على واحد الكيك جد هش من الداخل. صافي. غادي نستمر هكا وانا تنطرب في نفس الوقت. وهذا الكيك راه كيوجد عندنا في 10 دقائق فقط، ما تياخذش الوقت، يعني طريقه الطيب ديالو مختلفه عن باقي الكيك. صافي. غادي نستمر نطرب جيدا حتى كينسجم الزيت مع باقي العناصر. من بعد غادي نوضع الاناء على جنب، وغادي ناخذ نصف كاس من الماء يكون دافي. غادي نضيف ليه ملعقتين كبيرتين من الكاكاو المر. هنا عندي الكاكاو بدون سكر وذو جوده عاليه. صافي. غادي نحركو مزيان حتى كيذوب لنا في الماء. صافي. وغادي نضيفو مباشره للخليط اللي كنا كنطربو فيه من قبل، وغادي نواصل نطرب بالطرب الكهربائي. كيف ما قلت الا ما كنتوش توفروا على الطراب الكهربائي فممكن تستعملوا غير الخلاط اليدوي عادي.
ضرب جيدا حتى تختفي كل حبيبات الكاكاو. غادي نضيف 8 غرام من خميرة الحلويات. انا هنا ضفت النصف لان عندي الباكية فيها 16 غرام، فضفت النصف ديالها فقط يعني 8 غرام. وغادي نضيف كأس من الدقيق الابيض ما يعادل 100 غرام. ما تحاولوش تطربوا الدقيق جيدا بالخلاط الكهربائي، طربوه غير واحد شويه باش هكا الخليط ما يتعجنش لكم وتجيكم كيكه معجنه. خديت صينيه فرن، غادي نخلي لكم القطر ديالها في صندوق الوصف. كما كتشوفوا الصينيه ماشي كبيره بزاف، يعني كتكفي تقريبا 6 اشخاص. غادي نوضع فيها الخليط وغادي ندخلها للفرن على درجه حراره 200 درجه لغايه 220 درجه لمده 10 دقائق فقط. ما تفوتوهاش 10 دقائق راه تطيب، وباش ما تقصحش لكم فما تفوتوش 10 دقائق. من بعد ما خرجتها من الفرن كتكون طابت لينا، كنخليوها حتى كتدفى، ومن بعد كنثقبها بالعود ديال السنان بهذه الطريقه. كنثقبوها مزيان باش نسقيوها. الا ما كنتوش غادي تسقيوها فخلوها غير هكاك. غادي نحتاج الى كاس من الماء يكون دافي، وضعت فيه ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وملعقتين من السكر حبيبات ملعقتين صغيرتين، وملعقه صغيره من الكاكاو المر. غادي نحركهم جيدا حتى كينسجموا مع بعض وكيذوب لنا السكر صافي. وغادي نسقو به الكيك مباشره. ممكن كيف ما قلت ما تسقيوش الكيك الا ما كنتوش كتبغوا الكيك طري، وممكن تسقوه يعني على حسب الطراوه اللي بغيتوها. انا كنبغي مثلا نسقي بزاف سقيته بكاس، فممكن تسقوه غير بنصف كاس فقط الا ما كنتوش كتبغوه مسقي بزاف. هنا في هذه الاثناء كتكون يعني الكريمه بردات جيدا. غادي نعاود نخلطها بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا. نعاود نخلطوها مزيان 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 حتى كترجع ثاني كريميه. الا كان عندكم الطراب الكهربائي ممكن تستعملوه، فانا استعملت الخلاط اليدوي على اساس يعني كيكون متوفر في كل بيت. هنا القوام هذا هو اللي بغيتو، كيكون كريمي بهذه الطريقه. غادي ناخذ كيس بلاستيكي، اظن الاكياس موجوده في كل بيت، ممكن تستعملوا جيب حلواني الا كان متوفر عندكم في البيت يكون احسن. غادي نوضع فيه الكريمه ديالي كلها، وغادي نوجه الكريمه الى الزاويه بهذه الطريقه صافي. ونقطع القطعه من التحت يعني من الزاويه ديال الكيس. قطعه كما كتشوفوا قطعت مقاس كبير باش هكا يعطيني كريمه بشكل كبير. وغادي نكون خطوط بطريقه مائله بهذه الطريقه. كتكونوا خطوط يعني كما بغيتوا على شكل مستطيل، انا كونتهم على شكل مائل صافي. وغادي نزينهم من الفوق بالبودره الكاكاو باش كيعطينا واحد الشكل جد رائع، وكيبانوا هذوك المنعرجات ديال الكريمه. غادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا تماما. من بعد ما بردوا خرجتها من الثلاجه وغادي نقطع معكم باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي روعه. ايضا الخطوط ديال الكريمه اللي حنا عملناهم كيجي المنظر ديالهم جد رائع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم لانها فعلا جد اقتصاديه والمنظر ديالها كيجي روعه. انا قطعتها معكم وغادي نوضعها في الصحن باش نقطعوها بالشوكه. كما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي راقي ورائع، وصراحه سهله في التحضير. ما كتاخذش منه واحد التزيين يعني صعب، ويعني واحد بتحضير او التحضير يعني كيكون متعب. طريقه التحضير بمكونات اقتصاديه ايضا كتجي يعني كلشي ساهل في المتناول. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم شاركوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. ايضا دعموني بلايك فضلا وليس امرا، واشتركوا في القناه فعلوا الجرس باش توصلوا بكل الفيديوهات الجديده. كنشكركم على المتابعه اخواني اخواتي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.